الخير، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج خود وعطي. ضيوفنا لهذه الحلقة السيد عبد القادر، أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا كثير لك. أنا الحقيقة كثير مبسوط بإني ضيف بهي الحلقة وبهذا البرنامج الرائع. أستاذ حسام الدين، أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. الحقيقة هذا البرنامج مهم جدا يعني، وكلنا لازم نشارك فيه، وهذا الشيء بيسعدني كثير كثير. حوارنا الليلة راح يتضمن قضية بتمس المجتمع بأكمله، قضية يفترض نوجد لها حل وإلا الخطر راح يزداد أكثر فأكثر. المفروض ندرك مدى هالخطورة هاي، ويا ريت نبدأ حوارنا من عند السيد عبد القادر، تفضل. الحقيقة الموضوع خطير كثير يا دكتور، ولازم نعالجه بأسرع وقت ممكن، لأنه مثل ما بتعرف نسبة العوانس عم بيزيد يوم بعد يوم، وهذا الشيء راح يأثر بشكل مباشر على عدد السكان. وشو رأيك سيد حسام؟ الشاب لازم يعطي البنت حقها، يعني شلون يعني؟ بده ياخذ البنت ببلاش مثلا؟ شو قصدك؟ أنا برفض هي البداية، يا ريت تحاسب على كلامك يا سيد حسام. أنا بحاسب على كلامي كثير منيح. المفروض الشاب يقدر إنه عم ياخذ بنت من حضن أمه وأبوها، وهذا الشيء ما بيقدر بكمان. إيه بس كمان الشاب له ميزانيته المحددة، والمفروض البنات يقدروا هذا الشيء منيح. ومثل ما بتعرف يا أستاذ، اللي ما بده يجوز بنته شو بيساوي؟ بيغلي مهرها، وبهيك عدد العوانس عم يتضاعف كل يوم بعد يوم بهالبلد، وهذا خطأك أنت أول شيء. اسمعني يا حبيبي، أنا أولا لا يمكن إني جوز بنتي ببلاش. اسمعني منيح ولا تلزم راسك. أنا بنتي تعبت عليها وربيتها كل شيء بقدر وعلمتها، ما مشان أعطيها لابنك هيك ببلاش. والله أنا ابني مو فارق معه بنوب. والله لما بنتك بتعنس أنت بذات نفسك رح تقدمها لأي حدا بعدين. لا لحظة، عيب عليك، أنا هيك أحتاجها. يا أخي طول بالك، القضية زادت عن حدها، وهذا الشيء لا لصالح البنت ولا لصالح الشاب. تفضل. يا سيدي، الشاب قد ما كبر 1000 بنت بتتمناه، أما البنت أولاً وأخيراً راح بتروح عليها. يا سيدي تروح عليها، قال بيقول المثل خلي العسل بكواره. لا تجي سعاره يا حبيبي. وبيقول المثل كمان إذا ما اجت سعاره خليه يطق بناره. ما بدنا حدا يطق يا جماعة، يا ريت تهدوا شوي، خلينا نعرف نتفاهم، يعني خلينا نرجع للزمن للخلف شوي، ما بدنا نرجع كثير أخي للثمانينات. بالثمانينات كان المعجل أكثر من 10,000، المؤجل 20 على ما أذكر، والسكن مشترك نعم طبعا، هذا الكلام كتير مزبوط، لأنه بكل بيت كان في أكثر من عيلة، ولأنه يا سيد حسام كانوا طالبين السترة، ولما الأم كانت تدور لابنها على عروس كانت تقلب الدنيا كلها فوقاني تحتاني. إذا أردتم المقارنة بين الزمنين يجب علينا المقارنة أيضا بالغلاء وارتفاع الأسعار بكل شيء يا سيد عبد القادر، عم تفهم؟ أنت عم تحكي عن الغلاء وكأنك عم بتقارن أسعار البنات يا سيد حسام. ما بصير موضوعنا هيك، بصير موضوعنا التجارة بالإناث وقتها. أنا أرفض هذه المقارنة. أي مو من حقك ترفض يا سيد. إذا أردنا إكساء الفتاة كم من الآلاف نحتاجها؟ نحن لا نقارن الإناث على أنها صفقة، وإنما نريد إخراج العروس من منزل والدها على أكمل وجه، ومو من حق العريس أن يرفض الرقم الذي يضعوه الأهل إن كان معجل أم كان مؤجل، صح؟ وإذا ما كان موجود معه المبلغ شو بيعمل؟ والله يعني عدم المؤاخذة، يلي ما معه ما بيلزمه. هذا الكلام اللي بدنا نوصل له. من منطلق حديثك يا سيد حسام، انت هلا عم تساهم بزيادة نسبة العوانس. ابدا مو هيك القصد، لا ابدا. ممكن انه يلبس محبس وينتظر سنة او اكثر شوي ويجمع باقي المبلغ وكل الامور بتمشي طبعا. انت عم تدرك مدى خطورة هذا الكلام يا سيد حسام؟ لما الشاب يقرر ينتظر سنة او اكثر من بعد ما خطب هي البنت بهي الفترة رح تكبر، وبالتالي رح يحط عينه على بنت اصغر منها، ومثل ما بتعرفوا البنت تكبر قبل الشاب. لو سمحتوا خلينا بإطار الموضوع حتى نفيد المشاهد ونرضي الطرفين. نحن موضوعنا بيقول شبابنا عم يضيعوا ونسبة العوانس عم تزداد بسبب المؤجل والمعجل والذهب وملبوس البدن وغيره وغتياره. طيب العروس بنتك سيد حسام الدين شو تعمل؟ ونحن كمان يا حبيبي بناتنا مربيين على الغالي وحياتك، ومربيين على الحشمة، والناس بتحلم براسهم، وما لنا مضطرين ابدا انه نجوز بناتنا ببلاش، وما لنا مضطرين كمان انه السيد العريس بعد اسبوع من العرس طبعا يجي الا للبنت والله اهلك جوزوني اياك ببلاش، او مثلا اهلك جوزوني اياك لحتى يتخلصوا منك. هيك حبيبي نحن ما لنا مضطرين ابدا. خلينا نشوف ريبورتاج، عنا ريبورتاج صغير، خلينا نشوفه كيف بتتم الخطبه بشكل بدائي واراء الناس، ونقارن بين هذا الراي وهذا الراي، وبلكي بنلاقي المشكله حل مضبوط. يلا تفضلوا شرفوا. يا ترى انسي ولا مدام؟ شايفة شي بإيدي؟ معناتها أنسة.
كم عمرك؟ 23 33. يعني إذا ما بضايقك سؤالي ممكن نعرف ليش لهلأ ما تزوجتي؟ لا قصدي لا أكيد ما بيضايقني. هو الحقيقة أنا لما كنت ب 16 كان يجيني عرسان كتير 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 كتير. بعدين بال20 بيقلوا شوي شوي، بعدها شوي، بعدين بيختفوا. شو السبب برأيك؟ بصراحة ما بعرف، بس عنا لما بتصير البنت بعمر 20 صارت تعتبر عانس، بيصيروا يفاوضوها، بدهم ياخذوها ببلاش يا اما بتضل ببيت اهلها. طيب بشو عم تفكري هلأ؟ عم فكر انه الله يبعث لي شي عريس ابن حلال ولو على الحصيرة. عفوا قصدي انه اي بنت بتتمنى انه تتجوز ويكون عندها بيت واولاد. طب برأيك شو السبب الرئيسي لتأخر الفتاة بالزواج؟ اهالينا بيحبوا اولادهم كتير فبيغلوا المهر وبيتعبوا العريس وبقرفوه عيشته للعريس. حرام حرام يا اهالينا، حرام، اتركونا نعرف نعيش. يعني بصراحة الجواز كل واحد بيتمنى، كل شاب بيتمنى يتجوز يعني، بس أهل البنت عم يطلبوا طلبات تعجيزية، يعني مثلا البيت بأفخم منطقة، والسيارة آخر موديل، والفرش كله أجنبي لازم يكونها، والعرس بأحسن صالة بالشام، وأنا زلمة على قد حالي. شكراً لرأيك. أنا رأيي هيك شاب ما مربى يا سيد، والتربية الصحيحة ما بتخلي الشاب ينحرف إلا إذا كان هو منحرف بالأصل. وعدم المؤاخذة أنا ما بيناسبني إطلاقاً هيك شاب يكون زوج لبنتي. مو انت وامثالك اللي وديتوا له هيك طريق؟ أنا طبعا انت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أعجبك خلقه ودينه فزوجها. عليه الصلاة والسلام. يمكن السيد حسام ما بيهتم لرأي صاحب العلاقة. لا 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 يا حبيبي، بالعكس تماماً، أنا بحترم الرأي مهما كان، ولما بلاقي شاب ما له مناسب بنتي وقتها ما لها أي كلمة وأنا اللي بتصرف. على سبيل المثال أنا بعرف واحد عنده بنتين، البنت الكبيرة عمرها 16 سنة، حتى يمكن ما كفت 16 سنة. بيقول للناس على العلن إنه أنا ما بدي زوج بنتي غير لواحد كبير بالعمر. فقام واحد من رفقاته جاب له واحد عمره 50 سنة، يعني عم بيتاجر ببنته متاجرة. فقام جوز وياها وأقنع البنت إنه هذا الرجل مناسب لإلك. وبعد مرور سنة من زواجهم البنت وقعت بالهاوية. أكيد هذا الشيء غلط، والأب يلي عمل هيك هذا أكيد ما له أب بتاتا. يعني بالنهاية كيف بتقول عليه بنتها؟ موضوعنا هو تعطيل الزواج. نعم. عطلتوا الموضوع يعني. الأهل لما يكونوا طمعانين بالموضوع هني بيعطلوا الزواج. سيد حسام الدين، حضرتك عندك بنات. نعم. وبتحب تزوج بناتك، فقل لي على أي طريقة يعني بتحب تزوج بناتك؟ بشفافية، بصراحة. يعني بصراحة يكون عريس محترم، يكون عريس كويس، يأمن لبنتي حياة هانئة وما ينقص عليها شيء، هذا هو العريس. المهم الخلاف إذن بدائرة المعجل والمؤجل. يعني شو المانع إذا كان الشاب يستطيع أن يقدم للفتاة كل ما تطلبه يعني؟ أبدا ما في مانع، بالعكس ولو. الخلاف لما بيطلبوا طلبات بيعزز عنا الشاب. لنفترض انه الشاب من طبقة متوسطة ما بيقدر يعطي العروس ملبوس البدن أكثر من 50,000 ليرة، ومقدم 100,000 ومؤخر 100,000 يا سيد حسام، وبيسكنها عن بيت أهله. يا ترى بهالحالة تقبل تعطي بنتك؟ إيه أكيد لا، لأنه عدم المؤاخذة هاي العادات كلها على بعضها بطلة. ويعني 50,000 شو بتساوي بالأيام؟ يا جماعة لازم كل واحد منا يعدل عن رأيه لحتى تمشي الأمور بمجراها الطبيعي. يعني مثلا اللي عنده شاب وبده يزوجه بيتمنى ابنه يكون أحسن شيء بين الناس، وكمان اللي عنده بنت وبده يزوجها رح يتعاون مع العريس لحتى تمشي الأمور ويتموا. طيب خلينا نشوف هلا ريبورتاج ونشوف رأي الصبايا والشباب. تفضل. الحياة الزوجية تعاون بين الطرفين. في مثل بيقول الرجل جنة والزوجة بنة، بس وين المرة اللي بتفهم المتى وبتمضي معنا؟ الزواج؟ يا أنسة الشباب هالزمان بدهم ياخذوا البنت يتحكموا فيها هيك بدون تعب، لا وإذا صار لهم بيسكنوا ببيت أهلها. طيب أنت عندك تجربة؟ إيه أنا خاطبة 4 مرات ومقلعتهم. طب يا أنسة خدي واعطي. هلا هي القصة بترجع لطريقة التفكير. خدي أنا مثلا تزوجت بنت أصغر مني ب7 سنين، وسكننا بالبداية بالأجار وتعذبنا وكان وضعنا تعبان، بس الحمد لله يعني أهلها ساعدونا شوي وقدروا الوضع، واشتغلنا أنا وياها وتعبنا، صار عندنا أولاد وكونا أسرة وصار عندنا بيت. طبعا هذا كله بفضل تعاوننا. بس يا أخ مو كل بنت بترضى تتزوج بهالطريقة، يعني لازم البنت تحس إنها غالية عند زوجها.
طبعا كلامك مزبوط، مين قال انه زوجتي مو غاليه؟ هي غاليه علي كثير وانا بحبها كثير لانها تعبت معي وساعدتني وتحملت فقري، ويوم بعد يوم انا عم بحبها واحترمها اكثر. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، ما في أحلى من البساطة، وعلى قولة الصبوحة البساطة البساطة يا عيني على البساطة، غديني خبزي وزيتون وعشيني بطاطا. يا شاب، ممكن ناخد رأيك بالزواج؟ طيب خذ واعطي. أنا حابب أقول إنه يا ريت تترأفوا بحال الشباب لحتى ما يصير فيهم اللي صار فيه. ليش شو صار معك عمو؟ أنا بلشت من وقت ما كان عمري 22 سنة وأنا عم بخطب، والبنت اللي تقدمت لها طلبوا أهلها مني مبلغ ما كان باستطاعتي إنه أدفعه، فقلت لحالي بأجل موضوع الزواج سن زمان وبرجع لعندهم، وبالفعل هذا اللي صار. بعد سنة ونص رجعت لعندهم فطلبوا مني مبلغ أكبر. قال شو الدنيا غليانة، وهيك كل ما أغيب وأرجع يطلبوا مني مبلغ أكبر لحتى صار عمري 50 سنة لا قدرت أتجوز، وبشوفة عينك لساتني لهلا عم كون نفسي. الله يوفقك وشكرا لك. أنا حابب بس أطلب منكم غنية وحدي، أنا رح أبقى وحدي أنا ساكن لوحدي. أكيد طبعا، مشكلة من عند الشباب أكيد مو من عند البنات. المشكلة عند البنات، يعني عندكم انتم مو من عندنا نحن. طيب خذ واعطي. أنا موظفة وناوية بس أتجوز أترك شغلي لأنه جوزي مجبور فيني، بس لما انخطبت وعرف إنه رح أترك شغلي تركني. شو بدهم بالضبط؟ ما أنا عم نفهم. مثل ما شفنا مع بعض يا سادة، ترى من أقر هذه العادات والتقاليد؟ أهي من الناس أنفسهم أم ورثت أبا عن جد؟ لما كل إنسان بيحاسب نفسه على الخطأ رح تتصلح كل أحوالنا، والمشكلة فيك إلك. وحضرتك يعني ما عندك مشكلة؟ بدك تستخف بالبنات من شان ولادك؟ بنات الناس مو لعبة، ولا بدك يعني بس أنا يلي أتنازل مثلا؟ نحن عم نعالج الموضوع يا سيد حسام الدين بشكل عام. موضوعنا بضم كل الناس وأفكارهم كمان، والقطع بنصيب بناتهم. ما عم نتحدث عنك إلك لحالك. اسمح لي أقول لك إنك بتقصدني إلي لحالي وما بيهمك أبدا حدا غيري. إيه، وشو إلي عندك تار؟ يا جماعة الحلقة للحلول مو للمشاكل، والموضوع ما بيستاهل. شلون ما بيستاهل دكتور؟ شلون ما بيستاهل والسيد حسام عم يقطع بنصيب بناته، ومثل ما هو عم يتمسك برأيه الناس كلياتها عم تساوي مثله. والله يعني هلا يا سيد عبد القادر انت خايف على بناتي ولا خايف على الشباب اللي عندك ما يتكلفوا بزواجهم؟ لك يا حبيبي اذا بدك تزوج اولادك القصه بدها تعب، ولا نفكر يعني بناتنا ما عم ينطلبوا وما عم ينخطبوا ونحن قاعدين هيك عم ندلل عليهم مثلا؟ يا سيدي انا مستعد لكل طلباتك بس بالمعقول. والله وشو المعقول بنظرك؟ تفضل للي. يعني الظاهر دخلنا بالامور الشخصيه، ممكن تفهمونا شو الموضوع؟ يا سيدي ما انت الموضوع انه اولادي معجبين ببنات السيد حسام. كل ما حاولنا نتفاهم نحن وياه بكبر لي هالراس هاد تبعه. لا انا هيك ما بسمح لك ابدا، انتبه. بتسمح لي ولا ما بتسمح لي؟ انت زلمه مادي ومالك طالب الستره. يا سيدي الشاب اللي عنده اخلاق بيشرشره. انت لوين بدك توصل؟ قل لي لوين بدك توصل؟ انا عم وجه الكلام لحضرتك معتبرك انه انت النصف السلبي من المجتمع. بس لا تقول لي يعني انه حضرتك عدم المؤاخذه وبلا عرف النصف الايجابي. بما اني انا رح لاقي حل للمشكله بعتبر حالي النصف الايجابي بهالمجتمع. والله يا سيد عبد القادر واضح انك عم تعمل لمصلحتك الشخصيه. يا حبيبي انا عم بعمل على المصلحه العامه. لما حضرتك بتنظر للشاب اللي جاي يخطب بنتك على اساس انه رح يعملوا اسره كامله متكامله لحالك بدون ما تحس بتوقف معه بتساعده. ايوه والله ما بقى الا سكنه عندي. يا ريت بدون توتر يا جماعه، يعني انا ما بدي اوقف الحلقه. ايه سيد حسام، يعني صهرك ابنك بتسكنه بقلبك، وين المشكله؟ نحن شباب وطلباتنا منطقيه تجاه غيرنا يا سيد، يعني روح شوف المحافظات الاخرى بدون ذكر اسماء بتلاقي انه نحن جدا متساهلين. ان شاء الله بفكر عم يشتغلوا صح بهالطريقه هي. اذا بتسافر وبتشوف بعينك رح بتشوف انه في نسبه 50% مخطوبين من حوالي اكثر من سنتين، والزفاف مؤجل لله يفرجها. يا ترى بتلاقي انه هذا الشيء صواب وصح برايك؟ تقبل انه بنتك ترتبط بشخص من دون ما تحدد موعد زفافهم؟ فيك تستقبله بعد شهر او شهرين. انت بتعرف انه عاداتنا بتختلف يا سيد. لا تقول لي عاداتنا بتختلف. لما الاهل بيتساهلوا شوي مع العريس وبيخففوا مهره كل هالقصص بتنحل لحالها. شيء انا بايد كلامك هاد، وفعلا لازم نفكر بهذا الموضوع لنتجنب ازدياد نسبه العوانس ونلغي مشروع اللي عند اهله عمله. أنا أخشى على مستقبل ابنتي، وطلباتي بالنهاية هي ذخر لها ليس إلا.
أنت تتهمني بالمساعدة على زيادة العوانس. نعم. اسمحوا لي عم يقولوا بالكنترول في معنا أكثر من اتصال، في معنا صبية على الهواء، اسمك وتفضلي. أنا رولا. نحن الجنس اللطيف ومن واجب الشاب يقدر هالشي، وشو ما بتكلف جوازي هاد قليل، لأنه نحن ما بنتقدر بتمن. مزبوط يا أنسي، نحن ما فينا نستغني عنكم، وانتم نفس الشيء، نحن بنكمل بعضنا البعض، وهذا التقدير اللي عم تحكي عنه حضرتك تقدير معنوي أكثر ما له مادي. لك يا حبيبي، أنت الآن تتطفل بالإجابة على تلك الفتاة. هي يجوز أنها تقصد أن على الشاب أن يدفع كل ما عنده تعبيرا لها، هكذا تقصد. لو سمحتوا يا أخي، كمان في معنا رأي ثاني، شاب يقول لك هو الآن داخل على 30 من العمر، وإلى الآن لم يحظى على قبول من أي فتاة لأنه يسكن في بيت بالأجرة. جميع الفتيات يطلبون بيت ملك، ماذا أفعل؟ قل له ماذا يفعل. والله يا حبيبي أنا رأيي أن يكثف ساعات العمل، لعله أن يستطيع شراء هذا المنزل، إذا كان هذا المنزل هو المشكلة فقط طبعا. على هالإجابة هي يا سيد حسام، هذا الشاب يجوز يتجوز بعد 20 سنة. للأسف أنت عم تدرك الخطأ وعم تحاول تبتعد عنه بنفس الوقت. المفروض هذا من الآباء، بمجرد إنجابهم للطفل يبدأ أن يضع بحسبانه بأنه سيأتي على ولده مثل هذا اليوم ويبني له مستقبلا. نعم يا سيدي. هذا الكلام خيالي ولا يمكن أنه ناخذ فيه. لدينا رأي فتاة تقول أنا لا أخجل من أني أصبحت عانس لأن الذنب ليس ذنبي، ولو أستطيع لقتلت المذنب. جوابي واضح يا سيدي، ستصبح الفتاة مجرمة بعد أن كانت ضحية مجتمع لا ينظر إلى المدى البعيد. على ما يبدو أنها كانت تعيش بين أسرة من ذوي وذوات العقول المتحجرة. أنت تؤشر بإصبع الاتهام علي، إذا أنا المدان، أنا سأسامحك معلش، ولكن لماذا لا نقول أنها مشيئة الله مثلا؟ شو رأيك؟ ما شاء الله. هنالك رأي من شاب يقول ردا على رأي السيد حسام، إذا الشاب بده يعتمد على والده ليزوجه بعمره ما بيصير رجال، أما الشاب الكفؤ هو اللي بيبني حياته بإيده وما بيعتمد على حدا. السؤال موجه لك مباشرة. يا سيدي الله يوفقه، يعني هو مبين عليه شاب مثقف وعنده ثقة بنفسه، ولكن القرار بيرجع على رأيي أولا وأخيرا. يا سيد حسام، الإنسان بيختار الرأي المقنع، من واجب كل إنسان يفكر بالمعقول. والله يا سيد عبد القادر أنت حابب بس تعاكسني، يعني والحياة طبقات، وأنت فيك تنظر لكل إنسان حسب طبقته، وبالنهاية فيك تزوج بنتك، أما لشخص تكون متهناية معه مبسوطة أو لشخص يعذبها مدى حياتها. إذا بنتك أعجبت بشخص ما عنده غير غرفة سكنية وحدة، نعم، وضعه على قد الحال، نعم، ما بيقدر يقدم لها أكثر من طاقته، شو بتساوي؟ يا حبيبي ليس لديك الحق أن تلزمني بالإجابة، عم تفهم؟ شو؟ خجلان من الجواب؟ عفوا؟ لو سمحتوا، عندنا رأي غريب قليلا، شاب يقول لك لماذا لا نقترح للرأي العام بتحديد رسوم للزواج؟ تفضل السيد حسام الدين. يعني أنا رأيي إنه الشاب اللي بعد هذا الرأي نفكر نحن نتسلى. لا يعني أكيد مو معقول. لا أعتقد بأنه ينوي التسلية، ولكنه يائس. أبدا. أنا أقول له ليس من العدل أن نفعل هذا، وبما أن طبقات الناس تختلف، هل من العدل أن يتكلف الفقير كما يتكلف الغني؟ نحن نريد أن يكون طلب الأهالي عادل، بما يعني الطلب يكون حسب الاستطاعة. ماشي. لدينا رأي من شابة تقول أنها تكاد أن تصبح على قائمة العوانس رغم أنها متساهلة جدا، ولكن شرطها الوحيد ألا ينظر لفتاة غيرها أو سيدفع $500,000 لأنها تعتبر نظرته خيانة. والله يا أستاذ هذا الشرط هو المستحيل بعينه. والله شرط كتير صعب، وصعب على أي شاب إنه يساويه، وحتى إذا بده يساويه راح يغلط، وإذا غلط بده يدفع الثمن غالي أو يسجن. الفتيات غريبات أحيانا، يعني تاخذ واحد لا بيشوفها ولا بيشوف غيرها هيك بترتاح. والله عجيبة. شوف دكتور، رح حللك القصة بحسب ما أنا بشوف. أنا بحسب نظرتي للجنس اللطيف، السبب لهذا الشرط هو الغيرة. وغيره. ونقدر نستنتج أيضا من هذا الشرط أنها وضعته فقط ضمان للمستقبل. لمعلوماتك يا سيد حسام، مهر الفتاة مهما كان لا يخيف الرجل أبدا. من قال هذا يا سيدي؟ من قال هذا؟ أنا فقط أريد إيضاح مضمون كلمة زوجين. عندما يعزم الشاب على الزواج يفكر بالحياة السعيدة وبناء أسرة واستقلال. عندما يزف عروسه هنا تبدأ الاستقلالية بالضبط، يصبح له حياته الخاصة المنفصلة عن حياته مع رفاقه ومع أهله، ويبدأ
باتخاذ القرار لوحده فقط. ومن قال غير ذلك؟ أريد أن أقول شيئا، أنه مهما كان رقم المهر المقرر، عندما يحدث بين الطرفين أي أمر جلل يؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية، هناك 1000 طريقة يجعلها تتخلى عن أي مبلغ وتطلب الانفصال. فإذا على قولك هذا المبلغ هو عبارة عن حبر على ورق. الموضوع مبدئي يا أستاذ. هأعطيك مثال. هلأ نفترض أنه أحد الجارات فاتت لعن جارتها وسألتها أنه قديش كان مهر بنتك. إذا قالت لها أنه مهر بنتي كان عالي كتير، فهي هديك رح تسعى جاهدة لتخلي مهر بنتها أعلى بكتير كمان. هيك هن بيشوفوا القصة. نحن يا سيد من الناس، وكل منا له مكانته. كلام الناس يؤثر وله سلبيات أكثر من الإيجابيات. نعم. هلأ الحوار المنطقي يرشد الناس للصواب. ليش دخيلك ما بيحكوا عن أخلاق الشاب ومهنته وكفاحه بهالحياة؟ من واجب الأب يا دكتور الدفاع عن حقوق ابنته قبل الموافقة. السيد عبد القادر يدرك هذا الكلام جيدا. نعم. عم تقولها وكأنك عم تتمسخر يا سيد حسام. إذا في مجال احكي معي بنفس الطريقة اللي عم بحكي معك فيها. بالحقيقة أنا مستغرب كيف أنتم مختلفين بالرأي والسيد عبد القادر متمسك فيك وبده يصاهرك. ماشي، أنا راح أحكي كل شيء وبوضوح. أنا عندي شاب مرتب وعلى كيفك وعلى خلق، والسيد عبد القادر طبعا بيشهد بهذا الكلام. والسيد عبد القادر عنده بنت متفاهمة كتير مع ابني. طبعا أنا أب واحترمت إرادة ابني وطلباته. نفذنا كل طلباتهم لهدول الجماعة لما اللي خطبناها، وما بدنا نذكر الرقم. سجل علينا مهر غالي جدا. طبعا أنا كرمال سعادة ابني ما حاولت حتى أني ناقش بالموضوع. المهم، ومن خلال معرفتنا بالشباب يلي عنده الله يسلم له إياهم طبعا، صار في بين بناتي ولاده استلطاف. قام قرر السيد عبد القادر يخطب بناتي للشباب. أنا ما طلبت مهر لبناتي أبدا. أنا كل اللي طلبته بدي مهر لكل بنت نفس المهر اللي طلبوا لبنته. ويا سيد عبد القادر، مثل ما جوزت بنتك والناس احترمت رأيك، المفروض تحترم رأي أهل يلي بدك تاخذ بناتهم. ولا بنتك غير يعني يا سيد عدم المؤاخذة؟ لك هي بنتي يا جماعة وما عندي غيرها ومربيها على الغالي كمان. شو بدك يعني أعطيها ببلاش؟ أعزائي، نعود للموضوع الرئيسي، ونرجو من كل من عنده فتاة للزواج أن يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. وأنا أشكر السيد عبد القادر لمشاركته معنا بهذا البرنامج. الحقيقة شكرا كثير لكم. وأنا حابب هيك يعني أطلب من كل الناس إنه نراعوا ظروف الشباب بشكل عام. وأستاذ حسام، أنا موافق على كل طلباتك. اطلب وبتمنى نكون قدمنا بهالبرنامج شيء يفيد الكل. شكرا لكم. شكرا لكم ولكل من تابعنا، وإن شاء الله نكون قدرنا نوصل الفكرة السليمة للناس يا رب. نستودعكم الله جميعا. لحظة، بس ما تكون يعني صايرتني وتنقص على بناتي شيء بشرفي بفصل الجازة كلها. عم تفهم ولا لا؟ تحكي معي بهي الطريقة أحسن لك. لك